اليوم رح نلقي نظرة عن قرب على حادثة مؤلمة جدا وقعت في ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة. المعلومات اللي عندنا أولية، صحيح. والمصدر بيوصف كيف إنه لحظات كانت احتفالية انقلبت فجأة لمأساة حقيقية. مأساة بكل معنى الكلمة. التدافع كان قوي لدرجة أنه أدى حسب المصدر طبعا لكسر الحاجز الفاصل. الحاجز نفسه اتكسر؟ أيوة، في الجزء ده من المدرج. ودي نقطة حرجة جدا بتوضح قد إيه الضغط كان هائل في اللحظات دي. طبعاً. لما حاجز يعني المفروض أنه للحماية ينهار بالشكل ده معناه أن الوضع خرج عن السيطرة بشكل خطير جدا. والعبارة اللي استخدمها المصدر عشان يوصف التحول ده، العرس تحول إلى مأتم، فعلا مؤثرة، بتلخص المأساة كلها. مؤثرة جدا. طيب الفوضى دي اترجمت إزاي على أرض الواقع من ناحية الخسائر البشرية، الإصابات، بناء على اللي اتقال؟ بشكل مأساوي ومباشر للأسف. المصدر يؤكد وفاة شاب في المكان نفسه؟ في عين المكان، نتيجة مباشرة للتدافع وانهيار الحاجز. وكمان غير الوفاة في عدة إصابات خطورتها متفاوتة. والمصدر ذكر إن المصابين اتنقلوا للمستشفى عشان يتلقوا العلاج. والنقطة المهمة كمان اللي ذكرها إن دي حصيلة أولية. عبارة في انتظار الحصيلة النهائية، دي لوحدها بتقلق. بالظبط. إذن لو حبينا نلخص النقاط الأساسية اللي استخلصناها من المصدر ده لحد دلوقتي: في تدافع بين أنصار مولودية الجزائر صحيح. في المدرجات العلوية بالظبط. أدى لكسر حاجز فاصل في ملعب 5 جويلية، والنتيجة المباشرة والمفجعة حالة وفاة مؤكدة في الموقع، مؤكدة. وعدد لسه مش نهائي من الجرحى اتنقلوا للمستشفى، وكل ده حول الأجواء الاحتفالية بشكل صادم لحزن وألم. تماماً. دي هي الصورة الأولية اللي بيقدمها المصدر. والحادثة دي زي ما اتوصفت بتحط قدامنا تاني حقيقة إن السلامة في التجمعات الكبيرة دي ممكن تكون هشة جدا. هشة فعلا. بتفكرنا إزاي إن الخط الفاصل بين الفرحة الكبيرة والكارثة ممكن يكون رفيع قوي وينكسر في أي لحظة تحت ظروف معينة. صحيح، والموضوع هنا أكبر من مجرد وصف حادث مأساوي، بيطرح أسئلة أعمق بكتير. بالتأكيد. الحادث ده بيخلينا نفكر في فعالية آليات التأمين نفسها، الإجراءات المتبعة في الأحداث الضخمة دي. هل هي كافية؟ بالظبط. هل البروتوكولات كافية؟ هل البنية التحتية للملاعب، خصوصاً الملاعب القديمة أو اللي بيجي لها جمهور ضخم، بتتعمل لها صيانة وفحص كفاية عشان تتحمل ضغوط زي دي؟ نقطة مهمة جدا. ضمان سلامة الجماهير لازم يكون الأولوية القصوى دايماً. والحادثة دي للأسف الشديد بتقدم درس قاسي قوي عن أهمية النقطة دي. فعلا. نقطة بصراحة تستحق نتأمل فيها ونفكر بجدية إيه اللي ممكن يتعمل عشان نتجنب تكرار مآسي زي دي في المستقبل.